هو ان رأس السنة الصينية بتحل النهاردة، واحتفالات في جنوب شرق آسيا مش فقط في الصين، في الكثير من الدول برأس السنة الصينية. السنة دي هي سنة الحصان، وهي سنة الحصان الخشبي، مش الحصان الخشب، ولكن هي سنة الحصان، ولكن لأن عندهم حوالي 4 عناصر بتشكل الأمور، فهو السنة دي خشب والسنة دي حصان. يعني ايه حصان ويعني ايه خشب؟ حسب الناس اللي بتتكلم من جنوب شرق آسيا بيقولوا ان السنة دي هتكون فيها حالة عناد بسبب الخشب، هيكون فيها اضطرابات شديدة، وهيكون فيها توترات شديدة، وهيكون السبب الرئيسي فيها هي حالة التمسك، كل واحد يتمسك برأيه، فده هيؤدي إلى اضطرابات كثيرة. ولكن في نفس الوقت هتكون في فرص لبعض القطاعات، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في الأخشاب والناس اللي بتشتغل في الإعلام.